النهاردة يا صديقي معانا مجموعة مقاطع لحرامية موتوسيكلات مش هتشوفهم عند حد تاني. اذكر ربنا كده ونصلي على سيدنا محمد ويلا بينا نبدأ. دول اتنين حرامية بيعاينوا الموتوسيكل اللي قدامهم. الموتوسيكل تمام يا باشا؟ طيب ماشي. عملوا نفسهم ماشيين عشان يتأكدوا الجو تمام ومفيش حد شايفهم. خلاص يا باشا الدنيا تمام. طبعا حرامية متعودين وعارفين ازاي يدوروا الموتوسيكل. اخدوا الموتوسيكل وهربوا. اما الحرامية دول عاملين تخطيط ابلسة. واحد جاي بالعربية وركنها جنب الموتوسيكل، والتاني ده ابو فلنة بيضة بيشاور اللي في العربية بيقول له يلا انزل بسرعة عشان نحمله في العربية. حرامية حرامية مش كلام. سحبوا الموتوسيكل، والله ما عارف حملوه ازاي في العربية الملاكي دي. وخلصوا وهربوا. اما ده حرامي فاهم الدرس كويس، قام مغطي وشه وهو رايح يسرق الموتوسيكل. المعلم على طول جاهز وقام سحبه وفلت. ده واحد جاي بالموتوسيكل بتاعه مش عارف جاي يفتح المحل بتاعه ولا ايه. المهم فجأة ظهر الحرامي ده. اول ما حد ظهر راح بعد، وبعد كده رجع تاني ويبص كده. طبعا اللي واقف هناك ده حرامي برضه، عشان لو حصل حاجة يركبوا الموتوسيكل بسرعة ويهربوا. طبعا عمال كل شوية يبص، المرة دي بيبص ملقاش حد. طبعا هو عارف ازاي يشغل المكنة دي، ما هو حرامي حرامي يعني. المرة دي بيشتغل بسرعة، السلك مش راضي يتقطع. كده قطع السلك، راح ساحب المكنة والحرامي اللي معاه وهرب. ده واحد حرامي تاني طبعا مراقب الجو كويس، شغال بيقطع في السلك. السلك اتقطع معاه تمام، راح مدور الموتوسيكل ومشي. ده حرامي بيحاول يطلع الموتوسيكل مش راضي يطلع معاه، فبينادي على صاحبه عشان يساعده. طبعا صاحبه حرامي حرامي برضه، مش اي كلام. خلص صاحبه وقال له تمام يلا اصحابه. دول اتنين حرامية بيعاينوا بيشوفوا انهي موتوسيكل ينفع يتسرق. راح صاحبه يقول له طب ما نشوف الموتوسيكل اللي هناك. اه تصدق ده شكله تمام. سحبوا الموتوسيكل وهربوا. ده واحد حرامي شكله كده مستعجل، الظاهر عنده مشوار، سحب الموتوسيكل بسرعة واخده وسحب. دول حرامية مش خايفين من اي حاجة، عين عينك. طلع لهم صاحب المحل وساحبين الموتوسيكل عادي قدامه، والراجل بيقاومهم. دول عصابة كبيرة. وفي الاخر صاحب المحل قدر يطردهم من غير ما يقدروا يسرقوا الموتوسيكل. وده محل تاني بتاع موتوسيكلات برضه، بيسرقوا برضه عيني عينك. لكن صاحب المحل كان شديد وقوي وما يقدروش عليه. وده حرامي برضه عينه على المكنة دي من فترة، وبيعاين المكنة كويس يشوف تنفع تتسرق ولا ايه. طبعا لازم يبص حواليه كل شوية عشان يأمن كويس. استنى بقى لما الاتنين دول مشيوا، وقام رايح للمكنة.
بص وراه لقى في حد جاي، قام سابه وفلت. افتكروا صاحب الموتوسيكل ولا ايه مش عارف، وما طلعش صاحب الموتوسيكل. رجع تاني عشان يكمل شغل، وقام المرة دي سحبها وفلت. اما العربية دي وقفت قدام الموتوسيكل ده بتشوف ينفع يتسرق ولا ايه. طبعا هم عاملين بيحملوا الموتوسيكل، والكاميرا مش جايباهم من الناحية اللي هي ايه بيتسرق منها الموتوسيكل. خلصوا تمام وحملوا الموتوسيكل وهربوا. بس لحد كده اتمنى لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشتراك. اشوفكم فيديو جديد. سلام عليكم.